هجيب لك الفلوس بس استحملني اسبوع كمان. معلش استحملني. مين اللي بيرن؟ مصطفى. طب ما ترد. له فلوس وهيطلبها. هي الفلوس اللي عليك دي غير بتاعت السيد؟ اه. انا ما انتش عارف اعمل ايه. انا بقيت مقضي مصاريف البيت بالعافيه، ومش عارف هعمل ايه ولا ايه. دي هتفرج بإذن الله. اقول للناس ايه ولا اعمل ايه؟ انا تعبت. كان في راجل من مئات السنين كان عليه ديون لناس، والناس كل شوية تطلبهم منه، فقرر يروح لتاجر كبير يطلب منه الفلوس. فالتاجر قال له هتجيبهم امتى؟ قال له يوم كذا. فراح موافق التاجر واداله الفلوس، خدهم وسد اللي عليه. بعدها بفترة التاجر كلمه علشان فلوسه، فالقاضي سأله انت ليه ما سددتش اللي عليك؟ قال له والله مش معايا. فأمر القاضي بحبسه حتى يتم سداد الدين. قال يا سيدي القاضي أتركني أذهب إلى البيت لأخبر زوجتي وأطفالي ثم أعود إلي. قال له ونضمن إزاي إنك ترجع وأنا حاكم عليك بالسجن؟ قال ضمانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم عدت اشهد علي إني ليست من أمة محمد. كان القاضي صالحا وعرف قيمة هذا الضمان فتركه. فذهب الرجل لزوجته وقال لها لقد حكم القاضي علي بالسجن. فقال تركني بضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت طالما رسول الله هو ضمانك تعال وصل عليه. فجلسوا يصلون عليه. هم يصلون على النبي ناموا، فرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. وأنتم تعلمون من رآني في المنام فقد رآني حقا. فقال له يا هذا الصبح اذهب إلى الوالي وقرئه مني السلام، وقول له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سدد ديني لفلان، وإذا لم يصدقك قول له أيها الوالي إنك تصلي على النبي 1000 مرة. فقال له وما علامة صدقك؟ فقال له علامة صدق إنك تصلي على النبي 1000 مرة في الليلة، وأمس أخطأت في العدد، ويقول لك إنها وصلت كاملة. فبكى. فأعطاه 500 دينار من بيت المال، 2500 دينار من ماله الخاص. فذهب إلى القاضي، ورأى القاضي يتحرك شوقا لرؤيته، وقال له ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالقاضي يجهز له 500 دينار ويقول خذ سدد بهم دين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول إذا سددت عن هذا دينك وفينا عنك يوم القيامة. وإذا بالباب يترك وصاحب الدين يأتي ويقبل الرجل ويقول ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عفوت عن هذا عفونا عنك يوم القيامة، وهذه 500 دينار أخرى لك. جاء ومديونه ب500 دينار ورجع إلى بيتي ومعه 4000 دينار. وهذا معنى من معاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط من أجل الآخرة. بذكر الله تنفرج الكروب وتنحل العقود، فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.